كام؟ ابو علي بس عشان انت نسيت قلت لي هو ان انا اقطعك مالك حسين لما كنت بتلف انا المفروض يوقع على الطالب ده هو ده كان كده والايه ده له مصعد فده كان يتفرج وقع تقولوا لا الولاد انا داعم من الملاك قد العرض واحد بقى على رئيس اول طلع شطارنا وعمل لنا حفل التكريم وبقى اولاده كل يوم يقولنا والبصر حاول يقول ايه؟ يمشي الغلام فاول يخطفوه يمكن تبقى الغلام مالك حسين اتبسط لما قلت له كنت جنب الغلابه في اول فلوس خلينا بقى رحنا المانيا بعد كده عملنا صالح حسن محمد شاكر خلينا حسن ومحمد علي وعمل الرجال ونحن احمد وصلاح الساعه برضه مش حكايه بس دي فتحناها ايه؟ فتحناها في رواندا واعظم مسرح للعرايس في العالم اللي هو مسرح سوينا في مرعب. وايه يعني؟ قدمنا العرض هناك جميل جدا 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 وخلينا رحنا كايرو وظرف الثالثة يعتبروا الزمالين عشان نقدم فن العرايس الجميل بتاعنا. انت عارف ان كان في خبراء كان فلوس وخبيات يعني الفلوس دي دكتور ابو ناصر وقعدوا سنتين بس المصريين بقوا احنا عايزين نقول ان الاغنيه اللي فاتت طبعا من تاليف الشاعر الكبير الاستاذ سميع عبد الباقي طبعا ومن تلحين الاستاذ محمد عزت وغناء محمد عزت وعدوتي للاولاد الاستاذه كريمه. وعايزين دلوقتي نقدم فنان قدير وكبير يقول لنا كلمه الاستاذ جمال الموت. النهارده احنا مش جايين نعمل تأمين للفنانة القديرة عندها رفض، احنا جايين نكرمها لأن هي فعلا فنانة قديرة عاشت هذا المكان بكل جوارحها وهي بتفوت وتعدي بسرعة. وأنا لسه جاي مسرح العرايس ومتعين سنة 68 وكان الناس اللي خلوني أحب هذا المكان هو الفنان الكبير ناجي شاكر والفنانة القديرة نجلاء رفعت. كنت أحب إنكم تشوفوا أعمالها وإبداعاتها، وأعتقد إن في هنا في مخزن العرايس مشوار كبير جدا للفنانة. إن شاء الله نقدر إذا كان في نواقص تكمل وإذا كان في حاجة تتعدل بحيث هنشوف فعلا الابداعات اللي احنا شفناها سنه 68 وقبل كده. طبعا 68 دي عهدي انا جيت عليها 3 سنين المسرح، بس هي كانت استاذه كبيره جدا وانا شخصيا اتعلمت منها. وبقول النهارده وانا فنان تشكيل معروف في مجال فن العرايس ان هي استاذه كبيره جدا ومعرضها شاهد على اعمالها. وبتمنى ان انا برضه ما اوقعش اللقاء واقول ان هي زي ما عملت بسمه للاطفال بمسرح العرايس هي حطت بصمه فعلا في مجال فن تصميم العرايس. واشكر الفنان الكبير اشرف زكي على اهتمامه بهذا المكان من اول ما مسك ومن قبل ما يمسك البيت الفني للمسرح. وانا بديله تحيه خاصه علشان اتمنى منه ان هو يبص لمسرح العرايس اكتر من كده بكتير ونشوف تقدم لهذا المجال. وشكرا.
على الاستاذ اشرف الاستاذ الدكتور اشرف زكي معني للعرايس بتاع 80 العرايس ما فيهم بنهمهم لان الاطفال اذا حجزوا مكانهم في مسرح الارض هيحجزوا مكانهم طول العمر في المسرح قلنا اقرب. عايزين متحف زي كل مسارح الاطفال في العالم عامله متاحف. احنا بقى بص عملت ايوه هنجي كلامنا هنجي دلوقتي يوسف اللي قد يوسف سيف هي جميله اسمها ايه؟ فكرت
شايفين دلوقتي اطفال شايفين حلو كده. عايزين بقى احنا ايه رايك نقدم لنا فنان جميل اللي هو احمد حراج او جمال حراج، فنان كبير ملتزم. حلو ابن مسرح العرايس، واللي بيحب مسرح العرايس واللي عايش جوه مسرح العرايس واللي شارك في كل عروض مسرح العرايس الفنان عهدي صالح. جميعا احنا مشكورين بعد الناس طبعا باختصار شديد جدا لكل الناس الموجودين احباء انا مش هقدر اتكلم اي حاجه غير ان انا ادي فرصه للتعرف على الانسانه لا اقل فعلا فنانه تتميز بالحس الانساني جميل جدا. انا ما اقدرش اتكلم ايه كررها كده وبقاء للجميع. شكرا جزيلا. بعد كده فنانتنا اخرجت بقى ابوليتا المنهج واخرجت زربون الكسلان لمسرح العرايس. بعد كده مفاجأة كبيرة روعة ورائعة مسرح العرايس هي والفنان الأوبرا السيد قدموا لنا سندريلا. سندريلا الجميلة الحلوة. عارف سندريلا؟ لا هو ما خلفهاش ده مختار الفنان الأوبرا السيد. هي عملت هي أخرجت مكتوب الكسلان وأبوليتا المنهج. اللي هو برافو عليك. تعريف الاستاذ سماح. طبعا. عشان كده عارف كل شويه تقول لي طلع استاذ سماح. طب انا مش طلع استاذ سماح. هطلع نعم بريئه جدا. بحب ادب وبحب فنانه الاستاذه عايده علام. خلاص مش هطلع. عايز اشوف ايه؟ اصل انا عمري على الطلع دايما بناوي بس قاعد الارض ده وانا برضه مش عايز ليه؟ معلش عشان هي على طرف الجماهير وقدر الفنانه كريمه الحكاوي وقبل ما تتكلم نقول لها كفايه. مش عارفه ليه منين مع اني ما خدتش ادوار في المسرح ولا حاجه يعني. مساء الخير. انا عايزه اقول ان انا وانا جايه مش عارفه يعني قد ما انا حزينه لرحيل نجلاء رأفت تذكرت واحنا صغيرين، تذكرت البهجه كنت منتهيه وكل مسرحيات نجلاء قصادي وسمير عبد الباقي، وانا على فكره كنت بقوم بالتمثيل والغنى في كل المسرحيات او معظم مسرحيات الاطفال لنجلاء. واللي عايزه اقوله انه نجلاء رأفت عاشقة العرايس وصناعة الفرحة ما تحسش بيها زي النسمة. بيت سمير عبد الباقي ونجلاء رأفت كان من أشهر البيوت في السبعينات واحنا بنروح واحنا صغيرين. ما كناش صغيرين قوي يعني بس كنا صغيرين. كانت نجلة تحسسنا انها امنا وانها اختنا ما تحسش بيها. كنت لما تدخل يا اما نجلة طول النهار في المطبخ تعمل
لنا اكل، يا اما ناكله طول النهار في اوضه العرايس. قد ايه لما كنت تخش عليها تحس انها في عالم تاني، قاعده بتغزل في عروسه، بتخيط في عين عروسه، بتعمل مصر، تحس انها اولادها حواليها، تحس انهم بيطلعوا ان هي ساكنه وصلت، بس تحس ان العرايس اللي حواليها بتطلع زي ما احنا شفنا، فيها بهجه، فيها فرح، فيها روحها. قد ايه هذه الست على قد هدوءها صنعت بهجه لينا كلنا، وهتستمر البهجه دي في بسمه الاطفال الصغيرين، في بسمه يوسف حبيبها، في بسمه حفيدتي اللي هجيبها تشوف اعمال نجلاء رأفت وسميرة عبد الباقي، المجموعه الجميله اللي منها عادي، ومنها عبد الرحمن ابو زهره، ومنها الفنان القدير اللي عمل الحان معظم برضه المسرحيه الراحل والباقي معنا عبد الفتاح. مجموعه كبيره كانت بتحب الفن، تعشق الفن، وكانت لما بقعد مع نجلاء بتتخيل ازاي هذا النص والتمثيل او الغنى ده يتحول لروح وحياه في العرايس اللي بتصنعها نجلاء رأفت. مش عايزه اتكلم ازيد من كده، بس عايزه اقول ان انا سعيده جدا ان في يوم من الايام ممكن اكون شريك ولو كبيره وبسيطه في اعمال نجلاء رأفت، وجيت وقعدت وسمعت بسمه وضحكه الاطفال انها تستمر بروح نجلاء رأفت في عرايس نجلاء رأفت. شكرا. شفت العيد معنا بقى يا ريت بتقول حبيبي اللي هجيبها، هي برضه عايزه تجيب حبيبتها، انت اللي هجيبها عايزه تعمل كل حاجه. نكمل ولا نقدم الفنان الكبير فنان العرايس الاستاذ محمد كشك. محمد كشك دايما في مستهل حديثي ابدا باعزائي الصغار، اعزائي الكبار، ايها الحفل الكريم، اهلا بكم ومرحبا في مسرحكم مسرح العرايس. مسرح العرايس يعني خلف فنانين كتير جدا، وعلى مدى الاجيال كانوا عظماء وطلعوا اعمال عظيمه جدا وخدوا جوائز في مختلف أنحاء العالم وفي مهرجانات كثيرة. هنتكلم عن نجلاء رأفت. نجلاء رأفت فنانة رحلت بجسدها عننا اليوم، ولكنها معنا بروحها التي بثتها في عرائسها الموجودة ومتخزنة في المخزن وموجودة على خشب المسرح اللي انتم شايفين بعض منها. نجلاء رأفت عملت في مسرح العرائس وغير مسرح العرائس، فقد صممت واخرجت ومثلت كي تعتبر بنعتبرها ان هي فنانه شامله، لانها عملت كل تقنيات مسرح العرائس في هذا المكان. كانت اخت عزيزه، كانت اخت صادقه، وكانت زميله، وكانت وكانت استاذه. عملت اشتغلت معها كتير، عملت معاها شغل كتير جدا، ورحت بيتها ونحت الاعمال اللي كانت تصممها، كنت بنحت في بيتها. كان سمير عبد الباقي بيألف بيت الشعر وهي تصمم وانا كنت بنحت. تعاملنا مع بعض كثيرا، وكانت استاذه وموجهه ومعلمه، استفدت منها كتير، تعلمت منها كتير جدا، وحقيقي كانت صادقه بانها تبث القيمة الفنية اللي بيترددوا عليها أو
محبين هذا الفن. فن العرايس فن قائم وكبير وعظيم، لكن للاسف برضه بقول حاجه مهمه جدا ان هو برضه مش واخد حظه ولا حتى فنانين واخدين حظهم زي الحظ الوافر لاي فنانين اخرين اللي هم بيطلعوا في التلفزيون وفي السينما، برغم ان فنان العرايس هنا بيعتبر فنان شامل وبيبذل الجهد والعرق في سبيل رسم رسمه صغيره على الطفل. ففن العرايس هنا موجود يتمثل في ناس فنانين كتير جدا موجودين هنا، وطبعا الله يرحمهم زي مصطفى كامل وزي عنتر حافظ وزي يعني انا مش متذكر اسماء، يعني انا عندي اسماء كتير جدا، لكن كانوا فنانين قاموا على هذه الخشبه ليل ونهار حتى يقوموا باعمالهم بجد واجتهاد لكي تظهر هذه الاعمال للجمهور عشان يقدروا يبثوا الثقه والحب والتفاهم والفناء للاطفال الحلوين وللاسره كلها. نجلاء رأفت عملت كثيرا لهذا المسرح وقامت وكان لها الكثير سواء في التلفزيون في السينما في المسرح الخاص والعام اللي هو مسرح القاهرة العرايس. مسرح القاهرة العرايس يمتاز باعمال نجلاء رأفت التي كانت فعلا سعيده جدا وهي بتشتغل، تلاقي حياتها مع العرايس، تقعد تضحك فيها، تقعد تجمل فيها، تقعد تزخرف فيها، وتبقى عامله زي العرايس دي كانها ولادها وتقعد تشتغل فيها. وتيجي مثلا فيروز عملت عرايس شبه فيروز، شبه اشرف، شبه سمير عبد الباقي، شبه يعني الاسره كلها. كانت دايما تحس ان دول اسرتها والعرايس دول برضه اولادها. التهاب بتبقى يعني الواحد بيبقى اصلا سعيد جدا لما بينحت نحت ويبقى كده بقى له حيز من الوجود وله ابعاد من كافه الاطراف، بيبقى سعيد ان هو طلع حاجه لطيفه جدا ويتباهى بيها ويبقى سعيد بيها وزي ابنه من الولاد بذل الجهد والعرق فيه. نجلاء رأفت عملت ده وكان موجود يكفي لكل اعمالها متواجد هنا في المكان، وسهواتنا طبعا سعداء باننا وبنكرمها اليوم وبنحييها لانها فعلا بذلت الجهد والعطاء فيها. وعلى فكره بالنسبه للتكريم، هذا التكريم انا سعيد بيه جدا وسعيد على القائمين عليه، يعني لانه فعلا التكريم ده يعني شيء محبب وشيء جيد وشيء جميل ان احنا نكرم ناس رموز عندنا لازم طبعا نكرمهم لانه اعمالها باقيه مدى الحياه، فتراها تتعامل بجسدها ولكنها روحها باقيه. فهي طبعا نجلاء رأفت هنتكلم عنها ان هي موجوده بيننا وموجوده قدامنا، موجوده معانا من خلال هذه العرائس وهذه الاعمال المجيده التي قامت بها. وفي كلمه صغيره احب اضيفها عشان ما اطولش عليكم ولا مطولت. في كتاب برضه معمول يعني يمكن من سنه، اتعمل من سنه في تنظير لمسرح العرايس وفي لجميع فنان العرايس المتوفين واللي على قيد الحياه. كنا عايزين نعمل احتفاليه لتكريم رواد مسرح العرايس، رواد فناني مسرح العرايس، ولكنها طبعا وكلت الى ادم لا اعرف مجال، ولكن الامسيه جاهزه بالحانها باعمالها بفقراتها بكل ما يلزم بيها لحد بطابع التذاكر الدعوه كمان. فده طبعا مسرح العرايس بيحب طبعا ان هو يكرم اولاده ويكرم رموزه، فقالوا ان هذه الامسيه تحقق قريبا لتكريم رواد فن العرايس اللي هم طبعا من خلف الستار اللي بيشتغلوا وما لهمش حظ وافر في انهم يبقوا من المشاهير، ولكنهم اعمالهم باقيه رغم انف الجميع في نفوس اطفالنا، لان الاطفال هم الجيل المستقبل، هم شباب المستقبل. فطبعا وشكرا. وطبعا زي ما قلت قبل كده نجلاء رأفت عايشه وباقيه، وان شاء الله يعني ربنا يجعلها اخر الاحزان، وهي مش احزان، احنا النهارده جايين نفرح وجايين نبتسم وجايين نكرم
نجلاء رفض. جدا انا بقدم بشرى للاطفال والذكور من الكلمات التاليه. من دلوقتي وطالع احنا هنكون في صحبه عرايس ماما نجلة، وهنكون في صحبه اغاني كتبها الاستاذ سمير عباي، وهنكون في صحبه معلومه مهمه الاول هنقولها بسرعه على الدور عشان الناس كلها توقع على بعض وتكون احنا هنقولها بسرعه. دورها الريادي في تدريب فنان العرايس في الثقافه الجماهيريه في الدول العربيه في وزاره التربيه والتعليم في كل الشركات والحقن على هو طبعا عارفين يا عم الفوش عرايس في الثقافه